ناس كتير هتقول لي يا باشمهندس الكلام ده على حساب مين؟ على حساب المكتب طبعا. احنا ما بنشيلش العميل ثمن الحاجه غير مره واحده بس. اي تعديلات او اي حاجه ما عجبتناش في الاستلام على حساب المكتب فورا. خلاص كده؟ السلام عليكم. كتير من الناس بيكون فاكر ان هو خلاص قرب يشطب وحاليا شغالين في المراحل النهائيه في التسليم. خلصنا الابواب والتجاليد وشغالين حاليا في تشطيب النقاشه وشغالين كمان في تشطيب الكهرباء وتشطيب السباكه. كتير من الناس بيكون فاكر ان هو خلاص اسبوع يخلص. لا، دي اهم مرحله في تسليم الشقه. لازم تاخد بالك ان بيكون في ديفوهات. تعالى كده نتفرج عليها مع بعض. قلت له يا باشمهندس انت هتوريني الديفوهات؟ هقول لك طبعا. دي كلها تعليقات هي صغيره. بص، هي من بعيد جميله ما شاء الله تحفه، بس طبعا التفاصيل الصغيره دي لازم تطلع. المسمار الفضي ده لازم يتغير يبقى اسود. الحاجات دي ما بيكونش فيها نقاش طبعا. ناخد بالنا من الالترا بيت ده لسه هياخد لون اسود. خلاص، فهتاخد بالنا من شويه تفاصيل. لسه في تعديلات هنا، لسه في كمان. خلاص طبعا الحاجات دي متوسطنه ومتظبطه، بس في تعليقات برضو في الفيوتك لسه في حاجات محتاجه تتصفى. خلاص كده؟ فطبعا كل التعليقات دي شغاله معانا في المرحله اللي احنا فيها دي. حلو. طبعا هنا لسه في صباع تاتش لسه هيركب في التجليده دي. خلاص تعالى نكمل. فطبعا هو بتبقى انت فاكر انك خلصت، بس انت ما خلصتش ولا حاجه. انت لسه شغال في التشريكات الاخيره. خلاص، انا كنت فاكر ان دي قشره طالعه، بس الحمد لله طلع الجوان. واخد بالك؟ طبعا الشباك ده طلع فيه تعديل اصلا. هنا المفروض فيه قطوع سيكوريت، والفني لما جه يركبه طلع فيه تركايه كده ما عجبتنيش، ففكيته وبعته على الورشه تاني عشان يتصلح. ناس كتير هتقول لي يا باشمهندس الكلام ده على حساب مين؟ على حساب المكتب طبعا. احنا ما بنشيلش العميل ثمن الحاجه غير مره واحده بس. اي تعديلات او اي حاجه ما عجبتناش في الاستلام على حساب المكتب فورا. خلاص كده؟ فدي شويه تركات وتفاصيل. طبعا هنا برضو احنا بنشغل الاناره هنا عشان نعرف نستلم عليها بص، في هنا شويه حاجات كتير محتاجه تتظبط. فالاناره بتبين لنا المواضيع. فاحنا مش بنخلص دلوقتي، مش بنخلص، احنا لسه بدري. لسه معانا شويه تشطيبات النقاشه، شويه التفنيشات بتاعه التجاليد، الابواب. عندنا حاجات كتير قوي وبنود كتير قوي محتاجين ان احنا نراجع عليها كويس جدا بتفاصيلها، ونشوف الحاجات الصغيره اللي مستخبيه، المسامير اللي فاضيه زي اللي شفناها بره. كل التفاصيل دي مهمه جدا 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 تاخد بالك منها وانت في المرحله دي. عشان كده دايما بنقول ان في مراحل التشطيب النهائيه ناخد بالنا ونركز على التفاصيل عشان النتيجه ان شاء الله تكون مبهره. يومكم جميل.